ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم عن الالوان. الالوان هي اهم اداة اي ديزاينر ممكن يستخدمها، فهي بتحدد البراند وبتجذب انتباه المستخدم وبتزود من استخدام المنتج. بس ان انت تستخدم الالوان المناسبة ممكن يبقى صعب. تعالوا نفهم مع بعض ايه القصة. الالوان بتتجمع عندنا في حاجة اسمها الكالر ويل. الكالر ويل بتتقسم لثلاث مجموعات: البرايمري كالرز والسكندري كالرز والتيرشري كالرز. البرايمري كالرز بيبقوا ثلاث الوان، وهم الاصفر والاحمر والازرق. السكندري كالر بيبقى ميكس من البرايمري كالرز، وهو الاورنج ناتج عن خلط الاحمر والاصفر، والبيربل بيبقى ناتج عن خلط الاحمر والازرق، والاخضر بيبقى ناتج عن خلط الازرق والاصفر. واخر مجموعه هي التيرشري كالرز، ودي بتبقى ميكس بين البرايمري كالرز والسكندري كالرز. عندنا حاجه تانية وهي الكالر ثيري. الكالر ثيري بتبقى عباره عن تناغم الالوان مع بعضها. عندنا خمس تناغمات او هارمونيز هنتكلم عنهم. اول حاجه عندنا هي الانالوجز، ودول بيبقوا عباره عن الالوان اللي جنب بعضهم في الكالر ويل. تاني حاجة هي الكومبلمنتري، ودول بيبقوا عبارة عن الألوان اللي عكس بعض أو قصاد بعض في الكالر ويل. تالت حاجة هي السبليت كومبلمنتري، وده بيبقى عبارة عن إن اللون بيندمج مع أي جانب من اللون الكومبلمنتري بتاعه. ورابع تناغم هو الترياديك، وده بيبقى كل تلات ألوان قصاد بعض. وآخر نوع هو المونوكروماتيك، وده بيبقى درجات مختلفة من نفس اللون. عشان اختار الألوان المناسبة ده بيبقى تحدي صعب، عشان كده عندنا جايد لاينز ممكن تساعدنا. من الجايد لاينز إنك تختار من نوع من مجموعات الألوان اللي اتكلمنا عنهم، واسهل نوع فيهم هو المونوكروماتيك. فلو انت ما عندكش خبرة بالالوان، ده هيكون بداية مناسبة ليك. بعد ما تستقر على مجموعة الوان، غير بين الالوان في المجموعة لحد ما تستقر على الالوان المناسبة والمريحة للعين. حاول تحدد الباليت بتاعتك لثلاث الوان، فكل لما كان عدد الالوان المختلفة اقل، ده هيحسن من الشكل البصري ومش هيلخم اليوزر ويلهيه عن التاسك الاساسية. ولو انت هتشتغل على براند موجودة، امشي بالكالر جايد لاينز بتاعتها، فده هيسهل عليك وكمان هيبني براند اكسبيرينس اقوى. بعد ما حددت الباليت اللي هستخدمها، اقدر ان انا اطبقها على الديزاين بتاعي، والتطبيق كمان ليه جايد لاينز تساعدني. عندي حاجة اسمها 60 30 10 رول. ده معناه ان الالوان بتتقسم بنسبة 60% و30% و10% في مساحة الديزاين بتاعتك. ال60% بيبقى اللون الغالب، و30% بيبقى اللون الثانوي، و10% بيبقى اللون الاقل اهمية. والنسب دي بتساعد ان هي تعمل توازن في الديزاين بتاعك. بعد ما استخدمت ال 60 30 10 رول، اقدر ان انا اعدل في الالوان عشان احسن من الشكل الجمالي في الديزاين. وخلي دايما في ثبات في الوانك في الواجهه. بمعنى لو انت مثلا عامل لون زرار الاكشن الرئيسي ازرق في صفحه معينه، فلازم كل الزراير اللي بتعمل نفس الاكشن تبقى بنفس اللون الازرق في كل الصفحات. وبكده نكون عرفنا مع بعض ايه هي مجموعات الالوان وايه الفرق بينها وازاي نقدر نطبقها. اتمنى اكون افدتكم، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو اللي جاي.